في فيديو النهارده هنحاول نتوقع كل ابطال الدبليو دبليو الجداد، اذا كان تاج تيم، اذا كان انتر كونتيننتال، اذا كان اليونايتد ستيتس، اذا كان الهيفي ويت، الاندسبيوتد، كل الابطال. بس انا زهقت منك، فهجيب صاحبي رافائيل يساعدني في الترتيب النهارده. انت مين؟ انت مين وعايز ايه؟ اكشف عن نفسك. انت لسه مين برضه؟ ايه اللي حصل لجون سينا؟ حلو كده. كيو بس ريفيل دي كيو. جولدبرج زباله، رومان رينز زباله، جون موكسلي وحش. ليه ده لا بقى لا بقى الموكس حلو، الموكس حلو والله، الموكس حلو بياكل. ماشي يا عم، عشان خاطرك يا عم. عم الله يخليك، ما بحبوش قوي برضه. احنا طبعا حاضر معانا الاعظم، الملك، الشامخ، المغوار. عبد الرحيم يزعل كده. لا مش مهم عبد الرحيم. ودي اول مره دي كيو يطلع بيها في وشه في اليوتيوب عامه. بوشه. واختار بوشه. ايوه قلت كده. يطلع، انت قلت يطلع في وشه. لا قلت بوشه. بيها في وشه، بيها في وشه. خلاص. كده يا عم. طالع له ديكيو في وشه باين. واختار يطلع معانا، وده شرف كبير جدا جدا يعني جدا. ابدا انت بقى. ماشي. بص هنبدا ازاي؟ هنبدا نعدي على كل حامل لقب، ماشي، وكل واحد هتمشي بالرولات. انت تبدا تقول مثلا توقعك مين اللي هيكسب اللقب منه ويخسره، وعرض ايه مثلا، اذا كان عرض رو، سماك داون، عرض اسبوعي عادي ولا عرض شهري. فممكن نبدا بالحبيب اللي بموت فيه، الى رب ما يخسر اللقب بتاعه قريب، إيليا دراجانوف، عشان مأدي احسن مثلا اداء انا شفته، بينظف عينيا كل اسبوع والله. فابدا يا دي كيو. والله يعني بص، هي في احتمال جه في دماغي دلوقتي، الواحد فرح له ان هو رجع وشاف وكل حاجه، بس انا شايف اكتر حد هيبقى منطقي رغم ان هو مش من المصارعين المفضلين، بس ممكن جونثر يعني. جونتر حاسس ان هو كل هيعمل رين كويسه عشان نبني مره تانية جونثر وايليا دراجانوف. حاسسها ميك سنس. اوف، تبقى جامده قوي. بس هي المشكله ان هي بعيده، لان ده في الرو والتاني في سماك داون، بس تبقى حلوه قوي عامه. هتتصرف في درافت ممكن يجي قريب، هتمشي. مبقاش في درافت بقى، ماشيها حب اصلا. فيعني اللي عايز حاجه هياخدها، مش هتبقى ازمه. وشايف العرض ايه مثلا؟ عرض او سماك داون او رو عادي، ولا هيبقى عرض شهري؟ ممكن في حاجه رويال رامبل او ريسلمانيا، تبقى حلوه فعلا لو ريسل هيدوا اللقب قيمه كده مع دراجانوف. وانت ايه على توقعك مثلا؟ انا عايز حد بقى من مش معروفين، اكسيوم والناس التعبانه دي، مين مثلا؟ اللي هو اكسيوم والتاني انت صاحبه معاه. عامه مقرب من التوقع. اكسيم وفراكس وفريزر. المدريدي. الناس عارف، الناس اللي هي الميد كارت اللي بتطفح الكوته دي، اللي بتلعب 7000 عرض، فاهم؟ فرح اي حد غلبان من الناس دي. او تصدق ممكن بنتا يعملها برضه. يا رب بنتا. هو بنتا من ساعه ما جه ما حدش عبره. ده اللي جاروف رجع في اسبوع، في نفس اليوم رجع فيه اخذ اللقب. انا ماشي، انا خلينا اقول بنت. انت خدت بنتا؟ خدت بنت، عجبتني. انا قلت توقع صراحه. هو في نوعا ما انت كلها اللي قلت لي امنيات، انا في حاجه فيها بناء نوعا ما. توماسو تشامبا هو الوحيد اللي لحد دلوقتي اللي نفسه يلعب على اللقب وما لعبش، لان هو اللي عمال يرزي فيه في الحوار ده. يقول له انا ما بلعبش ناس في تاك تيم، يقوم يلعب اكسم وفريزر. يقول له انا ما بلعبش ناس اشرار، يقوم يلعب جرجانو. انا ما بلعبش قرع، فاهم؟ دي مش عارف يعمل فيها حاجه. فانا شايف ممكن اللي فعلا يخسروا اللقب توماسو تشامبا، عرض سماك داون عادي، وبعدين يبدا بقى ايه، تلميحات ما بين عداوه ما بين جرجانو وتشامبا، يقلبوا على بعض عشان يغير ان ده مع حزامه، ويرجع بقى العداوه بتاعتهم في انكس تي القديمه دي. تحفه، سيمه جميله قوي. دي كلها حدثني عن تقطيع الكاميرا. لا يا حزام كانوا دلوقتي مع جون سينا بوقت تصوير الفيديو ده، ممكن يكون نزل اللي خسروا ولا حاجه. بوقت تصوير الفيديو ده المفروض هيلعبوا ضد دومينيك ميستيريو في زرار سيريز. ده اسهل توقع، كده دومينيك هيكسب، ان هو ماتش متعاد. لو فعلا دومينيك ما كسبش، يبقى ماتش اي لازمه، يبقى لعبوا ماتشين على الفاضي. ده توقعي شخصيا يعني. انت عادي عندك توقع؟ الله، حد سألني، اقسم بالله مستنيك من الصبح، مستنيك تسألني من الصبح. سألك. بص يا عبد الرحيم، بيسألني مش لازم اقول له ورا الكواليس اسألني وبعد كده اسألني. ساعات تقول له اسألني بالله عليك وخليني اتكلم بجد. انزل بمدلع. ايه السؤال؟ السؤال ايه انت؟ بس يا حبيبي، مين هيكسب جون سينا؟ مونتسفورد. حلو. ايوه، ما ده منطق وده الامنيه. بس انا اتخنقت من فتره دومينيك بالقرارات. انا بحب دومينيك، واللي يزعل. انا شايف مصارع كويس، بس فترته مصارع. بطولة القارات الأخيرة وحشة قوي. مفيش أي حاجة بتحصل، مفيش غير ماتش ستايلز. لا أنا بجيب ليوناردو. إنهم سلاحف نينجا. مين التكتيم دلوقتي؟ السماك داون الوايت 6 اللي هو جوكي كيسي والتاني ده مش عارف اسمه ايه، لوك هاربر متهيألي. مش لوك هاربر، مين تاني؟ جوكي كيسي إيه ده مات؟ لا
استنى جو كيزي والتاني معلش عشان انا يعني واخدين ديكستر لومس واخدين المصادر من ادمن مارو. مع جو كيسي وديكستر لومس حاليا. المشكله ان هم مش داخلين عداوات مع حد، فمش عارف اتوقع مع مين الصراحه، صعب قوي. اي فريق فراكسيوم يلا بينا دي لا. اقول انا فراكسيوم. نفسي فراكسيوم، نفسي اقول بجد. فراكسيوم برضه. انا معاك فراكسيوم برضه. انت فراكسيوم برضه؟ انا فراكسيوم جدا. معاك 3 فراكسيوم. بعيدا عن الاداء هم ناس تحسهم طيبين. ادائهم فاهم حلو قصدي. قوي. انت يعني الماتشات بتاعت اي حد من الاثنين بيلعبوا تحس ان هو ايه، مش زي جاي اوسو مثلا بيخش يقضي مصلحه يجيت مرتين وياخد الفلوس ويروح. لا ده بيلعب بجد كأنه اخر ماتش يلعبه في حياته. الناس اللي هو حرفيا ووكينج ميرشندايز او اللي هو يعني ايوه فاهم فلوس قصدك. ماشيه. بس استنى، في معضله. انت لو في الاستاد عيد ايوه اكيد طبعا. ما هو عبد الرحيم برضه كده قال عيد من لنا. الاول بقى. ماشي يا والله هم بيقيسوا النجاح بالفلوس، والناس اللي في الاستاد فاهم. احنا لينا صوت بس لازم تبقى حمله كبيره بقى ويس عشان حد يعرف يكلمنا. علي قصده يعني هو ايه، لو علي مثلا كعادي واحد في امريكا هيروح العرض هيجيت مع جي اوسو يرجع البيت يشتم على النت عادي خالص. المنتج ايه؟ سمعنا البوب جامد في الاستاد والمبيعات شغاله، يبقى انت كده جامد وهدي فاهم. بس فحد يبقى ديزيرف اللقب بتاع التاج تيم ده يبقى بيموت عليه. فراكسيوم. ومين بقى الرو؟ دلوقتي ايجي ليه ايجي ستايلز ودراجون ليه. ايه اصلا ده مزاجهم ما هي زي نيت تانية. رغم ان انا ما بحبهمش قوي. وور ريدرز مثلا على ما اللقب. بحبش تكرار. انت هتقعد تلف في السلسله في النيو داي جادجمنت داي. الماشين جانز بوليت كلاب دول ممكن يروحوا رو. موتور سيتي ماشين جان. موتور سيتي ماشين، ما هم بوليت كلاب. مدينة الموتوسيكلات النارية ومش عارف اسمهم غريب كده. ايوه ما هم يعني في يونيفرس تاني بوليت كلاب يعني. اتوقع حلو عامه، بس هم في سماك داون مش في الرو. ما اعرفش هم فين. هو في درافت اصلا، اللي عايز يلعب هنا بيلعب واللي عايز هنا على يلعب. فكره انا مقتنع برضه باللي علي بيقولوا، يعني ممكن ياخدوا فعلا فريق من السماك داون يحطوه في الرو عشان الدنيا زحمه هناك قوي. الورلد هيفي ويت اللي مع سيم بانك حاليا. ايوه اللي ما حدش عارف اللي شكله الهيفي ويت يعني اللي مع سيم بانك. حد ممكن ياخد اللقب من سيم بانك مثلا. ممكن هو لسه واخد اللقب حرفيا، بس هو في الغالب ممكن بقى ايه نرجع لقصته مع عمنا سيز رولينز. المشكله دلوقتي من بعد ما سيز رولينز اتصاب الواحد بقى مش عارف سيز رولينز دلوقتي هل هيلعبوا تاني ولا اساسا العداوه كانت محلوبه وكانت جايبه اخرها وكانت المفروض تعمل في ريسلمانيا عداوه نحس يعني. ده يبقى سليم، ده يتصاب، ده مش عارف ايه، تلاقي كابل لبسته فجاه ما حدش خد باله. فاهم الفكره؟ سيم بانك هياخد اللقب غالبا هيخش مع سيز رولينز. بس هل انا قادر استحمل عن نفسي كسيف كدي كيو، قادر استحمل فكره ان انا اشوف سيز رولينز وبانك اللي مره ال 4000؟ لا انا تعبت. ممكن رول رجعوا له اللقب يعني، دي وجهه نظري يعني، بس مش عايز ده يحصل، بس في الغالب ده اللي هيحصل. وجهه نظر سليمه الصراحه وممكن تبقى كده، بس انا عندي اعتراض بسيط معاه ان انت ما بتعرفش تيس رولينز يرجع امتى تاني. فهو لو فعلا هيطول بعد مثلا ريسل مانيا السنه بالظبط. الجايه او حاجه او ما يلحقش، لا ما مش هيفضل اللقب كله ده مع سيم بانك. لا في حد ياخده من بعدين. ما اعرفش على حسب يعني. في معلومه دي بجد ولا ان سيم ممكن هو ماضي معاه في العقد ان هو يبقى ديفلوبر، ان هو بيصعد ناس بيعلم ناس. ما اظنش. ممكن بعد الاعتزال. مش مقتنع باللي انت بتقوله. اصل هو لما خسر لقب من رولينز ابو كيسبو كان عادي يعيط وكان فرحان وبتاع كده. تمثيل مصارعه تمثيل. انا توقعي انا كنت عايز اقول الصراحه برون بريكر تمام، دي منطقيه نوعا ما، بس حاسسها خطوه لسه بدري عليه يعني هو ياخد اللقب بالظبط. منه. تبقى ده عايز اللي هو ايه، في حد يبقى بطل في النص كده. هو بص انت ممكن تعمل حاجه فعلا يبقى واحد يبقى بطل انتقالي. انتقالي فانت ممكن تبقى دي عارف مين دفعه بقى؟ يعني، تبقى بطل انتقالي تبقى ليها مصلحه. عارف مين؟ حتة اقول لك إيه؟ البناء اللي بالنسبه لي يبقى حلو جدا. مين؟ البطل الانتقالي اللي خاصه سيم بانك يبقى بروك ليزنر. بروك ليزنر يلاعب برون بريكر بقى في راس المانيا. والله لطيفه، بس انا لو شفت بروك ليسنر ماسك بطوله العالم هيقل ادبي. يعني انا عن نفسي لا هتحصل والله هتحصل. اقول لك انا عايز اعرف هو بروك ليسنر مشارك لانهي درجه. هو إن زي هو بارت في بوستر تايمر، هو ريسلمانيا. زي رومان رينز. انا شايف كده يعني. اقل من رومان رينز كمان. رومان رينز انتهى يا محبين رومان رينز. انا هو لابس تيشيرته، انا مش دعوه. ببيع تيشيرته. دي كيو ستور دي كيو ستور دي كيو ستور دي كيو ستور. بص الخامه بص الخامه. انا بلبس منهم 4 كل يوم وبيبص مني. نعم. الكميه اللي بقى قليله. ده بعرقك ده يبقى ليميت اديشن عرق دي كيو. انت مثلا بتبيع التيشيرت بكام؟ ب 1000 بتبيعه ب 10000. انا اروح اشتري يا عم صابون الدي كيو. لا عاملين خصم حلو، عاملين 25%. ولو دخلت كود درويش 5% زياده. هتاخد كف على التيشيرت. لو سيز رولينز هيقعد فتره قصيره سيز هيجي يعني. لو هيطول يبقى في بطل انتقالي وليكن بروك ليسنر او برون بريكر او ايا كان، وبرده اول رودز ليد تو سيز يكسب اللقب
اللقب في الاخر. انا هو استنى عندي سؤال، هو رومان ما خدش قبل كده؟ لا ما خدش اللقب لا. ده. طب ما ياخدها، تصدق؟ طب ما ياخدها يبقى بطل انتقالي بعد كده عشان لما يبقى اساس. يفضلنا بقى لما ما هو هيجي يكسبه يحضر بيه عرض، وعرض اللي بعديه يخسر. يعني هيعمل نفس الحاجه اللي عملها بس بشكل اسوء. انت اصلا رومان بيعجبك اداؤه في الحلبه؟ انا ما عنديش مشكله مع ده عامه. كويس. اقول لك حاجه، انت ليه بيعجبك؟ عشان في يعني شقين للحوار، ان في ستوري تيلينج في اللعب، ان هو في اللعب بيعمل لك ستوري تيل حتى مش اداؤه حلو، بس مثلا بيعمل لك قصه، فاهم؟ زي جون سينا، هم 5 حركات، فاهم؟ بس انت نيجي للقب لوجه الشركه، لاعظم واحد في الشركه، كودي رودز. انت لابس ايوه انت مش علي بوش زهقت منه نفسه والله، انا بحبه بس زهقت منه خلاص. اكزاكتلي. اقول لك حاجه قول. كودي مصارع يعني يعتبر احسن واحد في الشركه عندك حاليا، بس الفكره معاه انا مش مهتم انت بتعمل ايه بالبطوله. مفيش عداوات حلوه ومفيش حاجه بتوريك جانب جديد من كودي. يبقى قصدك عايزه يقلب هيل يعني؟ مش لازم يقلب هيل، لكن انا عايز اشوف حاجات مختلفه لا تزهق جامد. يعني انا بص اخر مره كنت متحمس للمصارعه بجد فان كده وقاعد بشاهد وتركيز وقت الهيل تيرن بتاع جون سينا. بعدها كسب اللقب ريسلمانيا باسبل طريقه ممكنه، وهتلاقيني في الفيديو عمال اشتم فيهم في ترافيس سكوت. يعني ترافيس سكوت انا فاهم ان هي معموله ستوري تيلينج وكل حاجه، بس هو ستوري تيلينج كفكره مقبول، تنفيذ طين ماشي. وبعدها ايه نشوف لا كمل شوف الرين بتاع جون سينا، شوف الرين بتاع جون سينا كويسه. فانت جون سينا هبطك جامد، فانت بتقول يا رب كودي يكسب اللقب يا عم، خلينا نخلص. كودي كسب اللقب، يعني كان الدايجرام ماشي كده. سينا يعني راس المانيا بقى ولا سمر سلام الجاي يبقاوا يخسروا. فالدبليو دبليو ما بقتش بتهتم بفكره انك تقدم لك حاجه ارتستيك كده او فنيه، حاجه جميله انت تشوفها. لا انا عارف ده الطبيعي بتاع توجه اي شركه تكون عايزه فلوس، بس هم مش قصه مش عايزه فلوس وبس. يعني هم عايزين يكسبوا، 1000%، يعني فاهم؟ ممكن مثلا يكسبوا مثلا 50%، يوفر ابو الحاجه طلع منها. لو انت عارف اللي اكد كلامك ده ايه، ان هو انت دلوقتي احنا المفروض في كده فيديو احنا متوقع الابطال الجايين، فاحنا عايزين نمسك كودي مثلا اللقب الاندسبيوتد مع مين اللي بينافس عليه؟ مفيش. تقول لي درو اتركن في الثلاجه مع الور جيمز، راندي هيقعد يبصبص للقب كده، مفيش اي حد تاني بيتحداه، مفيش اي عداوه مبنيه، مفيش اي حاجه، كلها حاجات ايه، عارف اللي هو البناء الخفي اللي هو مع الراندي مثلا ايه، كل شهرين نطلع خليه يبص على اللقب وخلاص عشان محدش يزهق. عندي سؤال. راندي منطقي ان هو ممكن يكون منافس للقب، بس بذمتك انت عايز تشوف راندي اورتن بطل في 2025؟ هل دي هتبقى حاجه كويسه؟ اما مفيش مواهب تانية تطلع يعني. انا عايز اشوف راندي بطل باللقب يعني لو هيل مثلا. مين هيكسب كودي؟ اقسم بالله ما عندي فكره. ما هو دي صعبه، انا حاطه في الاخر عشان اصعب حاجه والله. ايه كريس جيريكو. مفيش حد والله، الشركه خلصت. قول لي مين وورثي ان هو يكسب اللقب؟ مين اللي هيواجه في الشركه؟ مفيش. ليه دلوقتي ايه؟ انا معاك كودي لحد ما ربنا يفرجها. حرفيا والله. عشان كده مش هيخسر اللقب، مش هيخسروه ضد درو مثلا. انا بقى كان عندي امل في ساتردي نايت مين ايفنت، ولا قول ان في الترنه تحصل، في دي كيو هيحصل دي كيو. انا هرميها وهقول المنطقي اللي موجود درو ماكنتاير ان شاء الله، يعني عشان انا زهقت من كودي رودز. يعني زهقت من درو برضه، زهقت من شخصيتي اللي هو ايه، انا على طول مظلوم. انا زهقت منه اللي هو كودي رودز راسل يعني يعمل نفس الموضوع، يطلع يشتمه ويطلع. حتى حوار تويتر ده ادم، بدات ازهق خلاص. انت بتحفل بتشتم خلاص، عارف كفايه بقى. قول لي حد غير درو بجد عندي مفيش. يبقى احنا كده هنقعد مع كودي لحد ما ربنا يفرجها. عندي كيفن اونز لو اتعالج بسرعه يرجع على كودي، ان هو موته بقى وبتاع كده. هي دي الستوري بقى اللي بجد، يرجع على كودي يموت كودي وياخد منه اللقب، يبقى هيل بقى، يبقى فيس بقى، اي حاجه. انا كيفن اونز بالنسبه لي كويس. انت مش مقتنع ليه يا عم؟ والله حلوه. ان لما كيفن هيرجع على كودي، وكودي هو بطل. هو عشان اي حد لما بيرجع من اصابه او بيعمل اي عودات بيبقى اللي هو ايه، الناس بتبقى حباه عشان الناس وحشته. فانت ما ينفعش ترجع كيفن اونز يبقى هيل، الاحسن لك ترجعه هو فيس، يرجع ويقول للجمهور شفته انا كنت شاكك فيه وما كنتش مستريح له، وقعدت اقول لكم زمان ومحدش مصدقني. لو جبتوا سيره الجدعنه. شايف ان الدبليو دبليو ممكن تخلي كيفن اونز بطل دلوقتي لو رجع؟ يعني ممكن يبقى انتقالي حتى، اي حاجه يا جدع. انا لا بس حتى يبقى في حسب الخطر، حتى حسب الخطر على اللقب. انت عارف ان ده شمله كسره، فكيفن اونز بس رجع هيل فيس، بس هو عايز يكسره زي ما كسره، فاهم؟ فانت تحس بالخطر وتبقى عاجباك العداوه، فاهم؟ كسب خسر في الاخر، دي تبقى ايه؟ لا عادي. كسب يا ابني عادي، انت ابويا كمل. كسب خسر في الاخر دي مش هخليك تكمل. كسب خسر
خسر في الاخر دي. خسر وبعدين خسر يعني انا 8 مرات عايز اعرف كسب خسر بعدين ايه. المهم يعني كسب خسر بقى، فانت تحس المهم يعني خلاص باللذة. انا مش عارف كنت عايز اقول ايه. خلاص اخر مره هتصور معانا تاني في حياتك. الندم كان من زمان بذاكر دلوقتي. اه والله. انا لو انا هختار حد فانا هختار حد كويس، مصارع كويس، بس انا شايف المنطق بتاع ال WWE دلوقتي ما بيقولش غير ان ممكن بروك مثلا او رومان. ليه؟ لان انت في موقف دلوقتي WWE حرفيا ما بتحطش غير نجم شباك على الواجهه، فما فيش نجوم شباك. تبقى فعلا منطقيه وتبقى عداوه حلوه موت ما بينهم. يعني حتى درو هتبقى انت عارف انت بيتنج اب ديد هورس نو تايمر. فشكرا لو كملت لحد هنا، لايك بقى واشتراك عشان الناس دي محترمه، عاملين ايه شغل كويس يعني ايه، هيشوفوهم هم بيجتاحوا الساحه. وبس سلام. وبروح على صورتك اخدها في حضني وانام، وهي حاجة وبتصبرني على الايام.